السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله يا جماعة فيديو بتاعنا جميل جدا هيعجبكم جدا. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كبير. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة واضغطوا وانتوا بتعملوا الاشتراك. اضغطوا على كلمة الكل، بيطلع لكم 3 كلمات كده فوق بعض، اضغطوا على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. النهارده بقى يا جماعة انا جبت في الفيديو ده كان قبل فيديو ذبح الفراخ كلها. دي كانت واحدة منهم، بس كنت عاملة الفيديو ده لوحده في نفس اليوم. يعني عملت غدا كده الاول، ذبحت واحدة للغدا، وبعد ما خلصت الغدا واتغدينا طلعت بقى ايه، عملت الفراخ وكده. فانا قلت أصور، يعني انا ما كنتش عايزه انزل الفيديو ده والله، بس انا قلت بقى ايه، بما انه فيديو كده وتعبت فيه انزله هو كمان. بس بصراحه انا منزله الغرض ان انا يعني بصراحه زهقت من من الكومنتات اللي بتجيلي، ومن الكلام من هنا ومن هنا. كل شويه حد يقول لي انت ما وراكيش الا الذبح، انت غيري، ومفيش غير فراخ وبط، في حاجات تانية بتتعمل، في حاجات تانية بتتاكل. يا جماعه انا قلت لكم قبل كده احنا حياتنا في الارياف، كل اكلنا وكل حاجتنا اللي بنعملوها بيكون من الحاجات اللي احنا مربيينها في البيت. يعني انتوا عندكم مثلا في المدينه كل حاجه عندكم بتشتروها من بره. بتجيبوا سجق، بتجيبوا كبده، كل حاجات مستورده. لحمه مفروده مفرومه قصدي مستورده. بانيه مستورد. الحاجات اللي انتوا ما انتوش عارفين اصلا مصدرها ايه، والحاجات دي كلها بتتعب وبتضر. فانا بعمل برضو الحاجات دي على فكره، بس مش دايما. يعني احنا اكتر اكلنا دايما بيكون طيور احنا مربيينها في بيتنا. فدي الفيديوهات اللي بتيجي قدامي على ما اعمل لكم فيديوهات تانية على ما اطلع. وبعدين يعني برضو انتوا عندكم ما شاء الله، يعني اللهم بارك، الحاجه بتجيبوها جاهزه من تحت هتعملي بانيه، بتروحي تجيبي البانيه معمول جاهز، يعني بص متقطع جاهز الورقه بتاعته، يا دوب بتدخلي تعمليه، بتحمريه وخلاص وتتبليه وتحمريه. لا، احنا بصراحه بناخد الحاجه من اولها زي ما انتم شايفين. لازم نتعب فيها من اول، يعني نربيها الاول، وبعد ما نربيها نذبحها، وبعد ما نذبحها نطلع منها البانيه. واللحمه المفرومه نفس الكلام، اي حاجه عندنا لازم نتعب فيها. بتروحي تجيبي البطايه بتاعتك برضو من المحل، وما شاء الله تحط الميه على النار، تروح حطها في الميه وعاملاها واكلاها ومصوراها. احنا برضو عندنا مش كده، احنا عندنا في الارياف الحاجات دي عشان نجيبها مش ما عندناش في نفس البلد. بنروح نجيبها من دمنهور، من ابو حمص، من اي مكان تاني، مواصلات وكده. فاحنا طبعا اللي عندنا في البيت الموجود بنمشيه يعني. فانا بحب كل ما اصور معاكم فيديوهات، فاللي بعمله بصوره يعني. فاهمين؟ مش شرط بقى ان انا اروح اجيب حاجه تانية وسجق ومش عارفه ايه. وبعدين عامله معاكم كل الحاجات دي قبل كده برضه. بس لو انا ما فيش حاجه، يعني انا النهارده مثلا هعمل بطه، هعمل فرخه، فبصورها معاكم. وفي ناس بتكون بتسال على طريقه الذبح مثلا بطرق معينه، وفي ناس عايز تتعلمه، فبجيب الحته برضه بتاعه الذبح. بحب اعمل معاكم كل حاجه، بحب اخد الفيديو معاكم من اوله. يعني وانا طالعه كده فوق اذبح الحاجه، اعرفكم قد ايه الحاجه نضيفه من بيتك، قد ايه لما بتربي الحاجه وتعملها بايدك بتكون افيد واحسن. بحب افيدكم، يعني لما افضل اقول لكم برضو الحاجات اللي بتجيبوها من بره. ساعات الحاجات دي في المزارع بتكون بتفسد وبتاع، فبتبيعوها بيبيعوها لكم. الحاجات اللي بتجيبوها المفروم بتاع الفراخ والبناء والكبد اللي بتجيبوها من بره دي، كل الحاجات دي غلط عليكم. فانا بحب افيد الناس، اللي عايز يتعلم مني يتعلم، اللي مش عايز برضو براحته يعني. ومش عايزه حد يزعل من كلامي، والله العظيم انا مش اقصد اي حد بكلامي. انا بس موضوع جه في دماغي وقلت يعني اوضح لكم الصوره. انا ليه كل فيديوهاتي بعمل الحاجه من بيتي. فهمتوا بقى؟ تعالوا بقى دلوقتي مع بعض. الغدا بتاعنا بسيط جدا، قلت اعمل الاكله معاكم ايه، من اكلات زمان الحلوه ما فيهاش اي بصوا تغيير ولا اي حاجه. القلقاس العاده والرز الابيض، وهنعمل الفرخ. يعني الفيديو النهارده بسيط وسهل جدا وما فيهوش اي حاجه بصوا مكلفه ولا خالص. انا بحب بصراحه ارجع لايام زمان، افتكر ايام زمان. بحب اعمل معاكم الحاجات العاديه البسيطه. زي ما انتم شايفين دي كده قلقاسيه كده، محمد جايبها لي من السوق. قشرتها وغسلتها تحت الحنفيه بميه بارده عادي خالص. مش بحب اعملها بميه سخنه، الميه السخنه بتطلع الماده اللي فيها اللي اصلا المفيده. الماده اللي مش عارفه بيقولوا عليها الماده، عارفينها اللي هي يعني بتعمل دي مش عارفه اوصلها لكم ازاي. بس الماده دي مفيده، فما تغسليش القلقاس بميه سخنه. القلقاس بيتشطف تحت الحنفيه عادي خالص بعد ما تقشريه، بيكون قافل. طبعا فتحت لكم شباك اللي فوق البوتاجاز اول مره افتحه عشان الكهرباء كانت فاصله، ما عنديش نور. فبصراحه الاضاءه كانت وحشه جدا، فمعلش اسفه بقى على الاضاءه دي. فهنا بقى حتى كان عنده شوربة بط يا جماعة، برضو حاجة من البيت. يعني شوربة بط مش بنرميها، شوربة كلها إدام أو كلها دهون. فقلت أعمل بقى القلقاس، بتخلي طعم القلقاس والملوخية خرافة. زي ما انتوا شايفين حطيت الشوربة على النار غليت، وبعد كده القلقاسية بتاعتي شطفتها كده تحت الحنفية وحطيتها في الشوربة. الشوربة عليها ملح وعليها فلفل اسود وعليها كل الحاجات اللي ايه، المستكة والحبهان والحاجات دي. بعد ما حطيت بقى القلاص بتاعي في الشوربه وسيبته لما يستوي خالص، هنعمل له بقى الايه، الكزبره والثوم. هوريكم طريقتنا في عمل القلاص او طريقتي، كل بيت له طريقه. دلوقتي بقى قلت اغسل الرز كده واحطه جنبي.
رز بقى على قد الغدا بتاعي، انا قلت اجيبه. طبعا انا شلت الصوت عشان كان في عندي يعني العيال بيتكلموا معايا في المطبخ وكده، فكان في دوشه، فشلت لكم الصوت الاصلي رغم اني بحب اسيبه لكم والله، فمعلش بقى. هنا بغسل الرز بتاعي، طبعا بصيت فيه كده الاول في البلكونه، طلعت الحاجات الوحشه اللي فيه كده، فبغسله تحت الحنفيه. طبعا عشان الكهرباء قطع مش هغلي له الميه في الكتل، حطيت له شويه ميه كده في حله على النار يغلوا على ما اغسله. حطيت عليه بقى الملح بتاعه واحط له شويه زيت. القلقاس يا جماعه لازم معاه رز ابيض، او احنا بنحب معاه رز ابيض، لا رز على شعريه ولا رز محمر ولا مكرونه، بيكون رز ابيض بيكون جميل مع القلقاس. انا بحب القلقاس جدا مع الرز ومع الفراخ يعني، مش بحب يعني ايه فاهمين ابدع بقى فيه. والقلقاس العادي بتاعنا ده بالطريقه العاديه اللي هي القديمه خالص دي. هنا الميه انا حاططها للرز ده عشان زي ما قلت لكم الكهرباء فاصله والكاتل مش هيشتغل. فهنا بقى ايه الميه بعد ما غلت هحط الرز بتاعي اغطيه كده بالميه واحطه بقى على النار يلا هيغلي معايا بسرعه، ويكون جميل يطلع معاك الحبايه مظبوطه وحلو. شايفين الاضاءه عامله ازاي عشان ما فيش نور في المطبخ؟ مش عارفه رغم ان في بلكونه وشباك، بس تحسوا ان هم مبوظين الاضاءه. احط بقى الرز بتاعي كده على النار واسيبه بقى ايه يغلي، واول ما يغلي هوطي عليه. والقلقاس بتاعي مش هياخد وقت لانه ما كانش في الفريزر، فتاخدي بالك منه. القلقاس الصبح ده عشان ما يتهرش منك، والقلقاس اليومين دول بتاع الشتاء بيتهري بسرعه، مش زي قلقاس الشتاء. مش زي قلقاس الصيف قصدي. طبعا الانبوبه عملتها فيا وخلتني حاطه الرز والقلقاس على النار وخلصت الغاز اللي فيها خلص. فطبعا مش هينفع خالص ان انا يعني اضيع وقتي واسيب الرز اللي لو سبته هيبوظ، لانه ما كانش اللي يا دوب كان غلو. فهنا بسرعه جبت المفتاح بتاعي عشان تعرفوا بس ان احنا الستات المصريه كل حاجه بنعملها بايدينا، مش بنعتمد على اي حد في شغل بيتنا. بنقول كفايه الراجل انه بيطلع يشتغل بره ويعني شغلاناته وكده، واحنا كل حاجه في البيت احنا اللي بنعمل. يعني نذبح نغير انابيب يا جماعه، احنا كل حاجه والله العظيم سادين فيها الحمد لله يعني. هنا ربطت الانبوبه بتاعتي بس بجرب حواليها بقى كده بالولاعه عشان برضه لو كانت بتسرب ولا حاجه للاضمن يعني. الرز بتاعي خلاص بقى بعد ما ركبت الانبوبه كده وعليته على النار غليته غلوه واستوى اهو. بقلبه كده تقليبه وهطفي عليه. طبعا انا كنت دبحت في اول الفيديو معاكم ونضفت الفرخه بتاعتي ونقعها بقى في ميه وخل ودي وحاجات من دي. هنا بقى القلقاس بتاعي المفروض ان هو خلاص استوى، طفيت عليه. هعمل له بقى الكزبره بتاعته والثوم. هنا جبت الكزبره بتاعتي، مش بحب اعملها في اي حاجه غير الخلاط او في الكب عشان نخلص، لان ما شاء الله انا مكتره خضره، لان القلقاس بيحب الخضره الكتير عشان تبان كده على وشه وتخليه حلو. فجبت الخضره بتاعتي، كان النور خلاص زي ما انتم شايفين جه بقى والاضاءه اتظبطت اهي. جبت الخضره بتاعتي حطيتها كده في الخلاط، وازود عليها نص كوبايه ميه، وافضل بقى اقلب كده في الكزبره واضرب. بتطلع جميله على فكره، وفي ناس مش بتحب تعملها كده رغم ان كده اسهل لك واحسن لك. هضربها بقى لغايه ما تنعم معايا، بس ما نعمهاش جامد وارجع لكم. كذا ضربه كده وبشويه ميه، لازم تحط شويه ميه عشان الميه اللي هتساعدك انك تضربيها بسرعه. وكنت حاطه بقى هنا جنب الميه على النار للفرخه. ما شاء الله اللهم بارك، الفرخه دي برضو كانت من الفراخ اللي احنا مربينها. الفيديو ده كان قبل فيديو ذبح الفراخ وتنظيفها على فكره. فهنا الفرخه بقى بعد ما نقعتها طفطشت فتاني كده، وحطيتها بقى في الشوربه بتاعتي بعد ما غليت اهي. وحطيت لها بصلتين كده معاها. مش هحط لها اي حاجه بقى غير لما وش الريم اللي على وشها، سايباها تغلي غلوتين كده من غير اي حاجه. هنا بقى الكزبره بتاعتي اللي ضربتها معاكم، جبت لها بقى مصفى عشان اصفي الميه لوحدها بتاعت الخضره، واخد الكزبره لوحدها عشان اعملها مع التوم. زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بصفيها جامد، يعني لازم تصفيها جامد من الميه بتاعتها دي. وطبعا مش هنكب الميه ولا هنرميها اللي بتطلع منها، هنحتاجها عشان هي دي اللي هتدي اللون القلقاس، الميه بتاعت القلقاس اللون الحلو. زي ما قلت لكم يا جماعه ما حدش يزعل من كلامي، والله انا ما اقصد اي حد بحكايه الذبح، بس حسيت ان الناس كلها يعني ايه بتستغرب ان انا كل فيديو اجيب معاكم الذبح والتنظيف فانا بحب زي ما قلت لكم اجيب معاكم الفيديو من الاول. بحب اشارككم كل حاجه يعني. هنا زي ما انتم شايفين الكزبره بتاعتي بعد ما صفيتها اخدت بقى التفل بتاعها اهو، والميه بتاعتها اهي. شايفين طلعت ميه ما شاء الله كتير ازاي. الميه دي بقى هفضيها على القلقاس بتاعي. بصوا القلقاس ما شاء الله طيب ازاي، والقلقاس الشتا ده جميل بيستوي بسرعه. هحط بقى الكزبره بتاعتي كده في الطاسه على النار، وافضل بقى ايه بس هحط الميه الاول للقلقاس ايه عشان تغلي غلوه معاه. ميه الكزبره اللي احنا صفيناها من الكزبره. دي طريقتي يا جماعه في القلقاس، مش عارفه بقى انتوا بتعملوه ازاي. لو دي مش طريقتكم قولوا لي في الكومنتات ان انتوا مش بتعملوا كده.
والفرخه طبعا سايباها على النار لسه ما حطيتلهاش اي حاجه، زي ما انتم شايفين سايباها تغلي غلوتين. هنقلب بقى الخضره بتاعه القلقاس كده في شويه زيت عشان تتحمر معانا كده، يعني نصفرها كده بس مش نحرقها ولا كده، لا بحمرها كده صفرها بس. وكل ما تكتري خضر القلقاس كل ما بيطلع معاكي جميل، بيكون طعمه حلو وريحته حلو. انا كنت مسجله صوت عادي خالص على الفيديو اصلا بتكلم عليه عادي وانا بعمل وبشتغل، وصوت الطبيخ والحاجات دي طالع. بس حصل شويه حوارات كده في الفيديو، العيال وكده، كان صحابهم معاهم فكان وش وكده فشلت الصوت. بعد الكزبره بتاعتي ما قلبتها شويه كده حوالي 5 دقايق، نزلت عليها بقى بايه، براس توم مفروم. كل ما تكتري توم يا جماعه الكزبره برضو زي الملوخيه بيكون جميل. فقلب بقى هنا التوم مع الكزبره في الزيت كده على النار، اصفر برضو التوم بتاعي كده بس. التوابل بتاعتي بقى انا حاطه طبعا كزبره مع التوم، دقه معاه فرمه معاه كزبره ناشفه بتخلي اللذاذ جميل. وهنا حطيت كمون، وحطيت معلقه صغيره ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره توم بودره، ومعلقه صغيره بابريكا، وشويه ملح تاني عشان القلقاس بتاع الخلطه دي ما تكونش عدب، رغم ان هو عليه شوربه والشوربه عليها ملح، بس زودت شويه ملح تاني للدقه بتاعتي. هنا اول بعد القلقاس ما يستوي معانا قبل ما اطفيه بدقيقة واحدة هحط عليه الخلطة بتاعتي دي، اغليها مع غلوة واحدة، ما تغلوهاش اكتر من غلوة عشان ما يسمرش منكم، والخضرة تنزل لتحت تسقط لتحت ويطلع شكل القلقاس بتاعك وحش. اهو شايفين ما شاء الله، غلوة واحدة بقى وهطفي عليه. شايفين لون القلقاس عامل ازاي جميل. الليمون بتاعك بقى كده وتعصري عليه وانت بتاكلي، طعمه تحفة بشوربة البط. وهنا الفرخة بتاعتي بقى وش الريم كده اللي على وشها اللي قلت لكم عليه، قبل ما احط لها اي حاجة اهو لازم نطلع الحاجات اللي فاتت عشان ما تخليش الشوربه بتاعتنا كده لونها وحش وشكلها وحش. زي ما انتوا شايفين كده. هجيب لها بقى طبعا هتحط بقى حبهان، تحطي ورق لورا. هنا طبعا ما ضربتش طماطم في الخلاط فهحط طماطمتين كده، وقبل ما اطفي وبعد شويه من الغلوان الفرخه ما تغلي شويه هطفي على اهرس الطماطمتين دول بالمعلقه كده بيكونوا استووا، بتخلي الشوربه حلوه برضه. حاطط لها بقى ملحها وفلفل اسود وكل بهاراتك بقى وحاجتك تحطها للفرخه بتاعتك. هسيبها بقى لما تستوي ونطفي عليها. بعد كده الفرخه بتاعتي استوت، والقلقاس كنت طافيه عليه معاكم هو الرز، وحمرت الفرخه بتاعتي. ده غدا يا جماعه بسيط وحلو جدا وما اخدش معايا وقت ومش مكلف ولا اي حاجه، واكله جميله وما شاء الله فرخه من بيتك زي ما قلت لك. وكل حاجه كده حلوه وما شاء الله اللهم بارك. طبعا نفس اليوم اللي كنت عامله فيه الفراخ زي ما قلت لكم، حتى الفراخ كانت لسه في الارض ما قعدتش قطعتها ولا اي حاجه، فقلنا ناكل بقى الاول وبعد كده بقى ايه نكمل الفراخ بتاعتنا. فيديو الفراخ يا جماعه اللي عايز يشوف هتلاقوه في الفيديوهات بتاعتي. اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.